في قضية امرأة شاغلة الرأي العام، الدنيا قامت وما قعدت، وكل القصة على سؤال واحد بس. ليه يعني؟ كلمينا عن كواليس الصورة، جت ازاي، حصلت ازاي، كنتوا فين، اتقابلتوا ازاي؟ أسطورة صارت بمنطقتي السكنية، كانت صدفة. لا آسف ما هي القصة، لا أنا عم أحكي عن قصة تانية كبيرة كتير كتير كتير. من بعض الناس بيسألوا قال هل ممكن تتحجبي؟ طبعا أكيد، عقيدتي كمسلمة بتأمرني إني أتحجب. أنا آسف يا جماعة، في فيروس جديد طالع، إذا بتحكي على الشاكرية بلبن تطلع لك ليا خير الله تحكي لك على الصورة اللي صورتها. ليا ما دخل هالفيروس، هو هيك بيعمل. نرجع لموضوعنا. موضوعنا حول التصريحات المثيرة للجدل اللي صارت الأسبوع الماضي. تصريحات صعبة الفهم، شائكة هيك مكهربة، لك حتى الموسيقى اللي حطوها بقناة العربية بتحس كأنه عم يحكوا عن هجوم بري بحري جوي على المرأة. قالت في تصريح غريب للغاية، قالت أنه لابد من أن تعود المرأة ولا تتجاوز أولويات فطرتها وهي دورها التربوي في أسرتها. يعني السيدة في سوريا تجلس في المنزل؟ هذا سؤال. هلا ما بدي لكم الكلام كله كذب، بس المصيبة انه هي بس مرأة، مو سورية، بس مرأة وفايرة عينها الفورة. لو كانت سوريا شو كان صار؟ كان الدم لركب. بس اكيد الموضوع مكبرينه على الفاضي. هاتوا لكم شي رجال يشرح لنا الموضوع. تصريحاتها صدمت المتابعين على منصات التواصل والسوشيال ميديا كلها، وكم التعليقات عليها ركزت على نقطة واحدة، بأن هذه المرأة لا تصلح لهذا المنصب. طبعا بنتكلم عن التصريحات المثيرة للجدل اللي أدت بيها رئيسة مكتب شؤون المرأة بحكومة تصريف الأعمال في سوريا، عائشة الدبس. يبعت لك الهالك انت فايت تشعلها ولا تطفيها. تصريحاتها صدمت المتابعين. اكون نحن اصلا تشعلها بيننا وبين النسوان. اخي اعطوني وحده ناشطه حقوقيه فهمانه سياسيه سوريه تعطينا نقد واضح للتصريح. وحكوا لي بأنه بدنا نسألك عن اللي عم بيحصل. سمعنا في مظاهرة بدمشق، شو عندك معرفة فيه؟ أنا بلحظتها كنت عم بحفر كوسة، بدي أجهز أكل لأهل بيتي. والله يا خالته انا ب 25/7 كنت عم سقط باذنجان بالمقلايه وناقع الرز، بدنا نعمل مقلوبه، واتصلوا فيني قال بدنا نفتح عمل على الصيني. قلت لهم بلاها، هلا عندي التزامات. ونزلت لعند الخضرجي جبت جرستين بقدونس وعملنا تبوله. اما شو دخلنا ب 15/3 وشو كنت عم تطبخي؟ نحن عم نحكي عن تصريحات الدبس، فهمينا شو المشكله بتصريحاتها؟ بقى مو معقول بظل الثورة وبظل ذروة نجاح الثورة بأنه حدا يحكي لأي حدا تاني بأنه رأيك صح. ما بسمح له. هيك ها خالته، ما بدها حدا يقول لحدا، ما بيحق لك قول رايك. وسمعت حديثة وتفاجأت من مستوى الحديث. يعني حقيقة لا يليق هذا كان بالمرأة السورية. أظن هذه سقطة، يعني غلطة كبيرة هي قالتها، ولكن هذه ولست الغلطة متأكدة. لها أثمان كثيرة وستزعج الكثير من السيدات. تخيلوا 3 نسوان طالعين على التلفزيون، واحدة منهم عم تحفر كوسة ونازلين شري على المخلوقة، وليه شو بيطلع قصص بلاوي، وليه لا، والمذيعة عم تولعها، ضيفة بتقلها غلطة كبيرة، المذيعة بتقلها لا كبيرة كتير وكثيرة الاسمان. يا نمامين عم تحكوا عن المخلوقة بغيابها، مو حرام؟ لنكون معمقين أكثر بحديثنا، نروح أبعد من التوصيفات والحديث السطحي عن وضع المرأة. ايه فوتي ندحشي بعمق الكلام، بعدين نشوف بعد قد ما بدك عن التوصيف السطحي ووضع المرأة. شو جوهر الموضوع؟ هو رؤية إسلامية نوعا ما متطرفة لوضع المرأة. لا ترك بهم بوجود حياتها ما بتصير إسلامية، انت بتكفي بلد. يعني جوهر الموضوع طلع معك إسلامية متطرفة نوعا ما، وهي انت عم تحكي بدون سطحية. ما تحكي بسطحية شو بيطلع معك؟ رؤية إرهابية. وما علينا، أنا بدي شخص معارض افهم عليه ويفهم علينا. بدي امرأة معارضة هيك تيجي تقرا الموقف تفهم التصريحات وتفهم الناس شو قصة. هذا ستوري سريع هيك لأنه ما خرج، يعني نستنى. صلي على النبي مدام نور خان، صلي على النبي. لا تفوتي فيهم مكاتفة، خليهم بروا، بضلوا اخواتنا ولازم نفهمهم شو القصة. من امبارح لليوم وهيك واقفة هون. اما بعده رح تستفرق عليكم هيك. والله فورتوا دمها وطلع معها الضغط. جالت قيمة قيامتكم. الأستاذة الآنسة العظيمة عائشة الدبس حبيبتي، لن نفتح المجال لمن يختلف معنا بالفكر. شلون يعني؟ عم جاي تستفرق علينا؟ لك أنا سنور انت فهمتي شو القصة؟ ليش جاي تخانقينا؟ والله نحن دراويش. قد أختلف معك بالفكر وعاداتك وتقاليدك وشريعتك، قد أختلف عادي، يمكن شريعتنا ما هي وحدة أنا وأنتي.
شو بعمل؟ جاوبيني. لا تعملي شيء، اهدي وصلي على النبي. اكيد انت فهمان الموضوع، خلص صلي على النبي. لن هيك ضربتي فورا أول قيمة الحرية فورا، لن نسمح. شلون يعني هيك لن نسمح حريه فورا؟ شلون؟ لك يا مدام نور، يا نور خانم، انت شفت المقابله؟ سمعت التصريح؟ مرحبا يا قوم. يعني من مفهوم إن بعد الظن اسم، يبدو أنه أنا أخطأ بفهم عائشة الدبس. ايه الحمد لله، الله هداك، الله يكملك بعقلك ونشوفك هيك عروس. شو رايك انت تسالي وهي تجاوبك؟ اسالي هيك سؤال محدد. السؤال الأول يا أنسة، ما هو النموذج الذي تنوون بناءه، الذي أنتم بصدد بنائه، ما هو؟ هذا جواب موجود نفس المقابله. نتكلم عن رؤية القيادة كلها. سنصنع نموذجا إن شاء الله متفردا يناسب واقعنا ويناسب أيضا خروجنا من هذه الحالة. يعني رح تجيب حالة المرأة السورية ورح تصنع لها نموذج يتناسب معها، ما رح نستورد استيراد، رح نصنع على ايدينا. مو منيح؟ 2. ما هي هذه المنظمات التي عانيتم منها؟ كمان موجود بنفس المقابلة. نحن عانينا في الفترة الماضية من بعض المنظمات التي كان لها أجندات على أطفالنا، على نسائنا، على بناتنا، على أطفالنا. كأنك مالك متابع المقابلة يا سنو، شو عم تخدعينا؟ 3. السؤال الثالث، ما هو الفكر الذي لن تسمحي لأحد بالاختلاف معك فيه؟ ما هو يعني؟ إيه لا، لكن شو كنا عم نحكي من أول فيديو؟ لكن ليش كتبتها تزري؟ منظمات تنشأ خصيصا خارج إطار المكتب لدعم المرأة والدفاع عن حقوقها. الهوامش هي إذا كنت تقصد فيها، إذا اتفقنا نحن في أن هذا الدعم يدعم النموذج الذي نحن بصدد بنائه، فأهلا وسهلا ومرحبا. بالنهاية أنا لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر. شفتي يا مدام نو؟ شفتي يا انشراح؟ سمعتي يا خديجة؟ أم أحمد، أم حسين، أم محمود، هديك الخالته اللي عم تحفر كوسة، سمعتوا؟ عم تقلكن على المنظمات اللي بدها تيجي من برا وتخرب المجتمع السوري، ما رح تسمح لهم يختلفوا معها بالرأي. حلو، هلا نحن بمرحلة فعلا لازم نحقق انسجام. وبالصرماية بدنا ننسجم. سجميهم مدام، انت الوحيدة اللي بتعرفي تخليهم منسجمين. طيب رجالنا شو أخبارهم؟ والله رجالنا بسلم عليكم، انتو شو اخباركم؟ يعني شو بدك تحسبينا ولا تعملينا مكتب للرجال؟ إيه لا والله ما برضى. شو يجي رجال يحكمنا ويقلنا لا اسمح باختلاف الرأي معي؟ يحكمنا الرجال، وين المشكلة؟ اصلا احنا رجال ما بدنا رأي. ومين قال ان انا ما عم فكر بحجاب؟ بس عم استنى مين يقمعني، مين يقنعني. عندي 3 أولاد، فيني امنحهم الجنسية السورية؟ هن ما معهم جنسية سورية. هاي شو دخلها بالجنسية؟ يا رب يا رب، عظم البلاء من عظم الجزاء. يا رب ابتليتنا ببشار الأسد وصبرنا، ابتليتنا بإسرائيل وصبرنا، ابتليتنا بالعنصرية وصبرنا، ابتليتنا بالمثقفات. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا من مركزي هذا أطالب بإقالة السيدة عائشة الدبس، هي ما بتشتغل معنا، وأطالب بتعيين لا خير الله بتكون مسؤولة مكتب المرأة وتجمعكم كلكم يا نساء سوريا على طاولة واحدة، وبدون إعلام وبدون أجندات وبدون تدخلات من الرجل، وتقعد هيك تحكي لكم كيف أخذت الصورة مع القائد وشلون شعرت هي وعم تتصور، وكل يوم تعمل لكم اجتماع، واللي ما بتروح الاجتماع بنحرمها من التليفون. لشوف كيف بدكم تنموا على العالم يا نمامين. الله يصلحنا أحسن شيء.